يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هنتكلم على واحد من أهم الأفلام اللي صدرت في 2023، وأعتقد الفيلم حاز على تقدير نقدي وجماهيري، وهو فيلم The Holdovers. الفيلم أنا كنت متحمس له من ساعة ما شفت التريلر. أول ما شفته كانت الأجواء لطيفة وشدني، بس بصراحة اللي حسم الموقف ودخله الواتش ليست بتاعتي بمنتهى السهولة هو اسم ألكسندر بين اللي كان في آخر التريلر. وفي رأيي ألكسندر بين واحد من أهم المخرجين اللي موجودين دلوقتي، وأفلامه ليها طابع خاص جدا، وأنا بصراحة بتحمس إن أنا أشوفها جدا. واتكلمنا عن فيلم The Descendants في الحلقة رقم 19، واحدة من الحلقات اللي حقيقي بحبها. وخلينا نبدأ نتكلم عن فيلمنا اللي من تأليف ديفيد هامينغسون، وبيجتمع فيه بين للمرة التانية مع بول جياماتي بعد الفيلم الجميل اللي عملوه سايد ويز، وبالإضافة لوجود ديفاين جوي راندولف ودومينيك سيسا. وقبل ما نتعمق في تفاصيل الفيلم، خلونا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا. الفيلم اللي بتدور أحداثه في بداية السبعينات، تحديدا نهاية سنة 70، داخل واحدة من أعرق المدارس. بيحكي عن بول، المدرس الغير محبوب من الجميع اللي بيقع عليه الاختيار علشان يفضل مع الطلاب اللي مش هيقدروا يرجعوا يقضوا أجازة الكريسماس، ولكن بينتهي بيه الحال مع طالب واحد بس وهو أنجس، وماري مسؤولة المطبخ في المدرسة. وفي خلال الفترة دي بيقربوا من بعض، وبنعرف عن الشخصيات دي اللي بيخلينا نشوف إن الأمور ليست كما تبدو من بعيد. وكالعادة كان عندي فضول أعرف فكرة الفيلم جات إزاي، وهنا بين بيقول إنه في سنة 2011 شاف فيلم فرنسي اسمه ميرلوس، أتمنى أكون بنطق اسمه صح، والفيلم ده قديم جدا، صدر سنة 35، وبيحكي برضه عن مدرس غير محبوب وبيضطر يفضل مع أطفال في ليلة الكريسماس. لما شافوا بين حسب كلامه كده قال ان هو فيلم ممكن يتسرق، كان بيهزر يعني، بس هو المقصود بالنسبة له ان هو حب يقتبس القصة او الاطار العام. حتى هو بيقول ده كان اساس، بس بعد كده هو ما كانش في دماغه الحكاية بتاعة الفيلم هتمشي ازاي. وبعدها بشوية كده وصل له زي مشروع فيلم من المؤلف بتاع الفيلم بتاعنا، وبتدور أحداثه داخل مدرسة بيروحها الطلاب اللي أهاليهم أغنياء، واتفقوا إن هم هيشتغلوا على الفيلم المبني على فكرة بين. يعني نقدر نقول إن هو مزج للأفكار على أساس الفيلم الفرنسي القديم. بس الفكرة اللي كانت مهمة بالنسبة لي، واللي أعتقد أهم نقطة الفيلم اتبنى عليها، إنه اتكلم على الشخصيات اللي بتقضي العيد لوحدها. وحسب كلام بين إن هو شاف إحصائيات بتقول إن حالات الانتحار بتكتر بين الكريسماس وراس السنة. زي ما قلت الفيلم أحداثه بتدور في السبعينات، وكان لازم الحقبة تبقى قديمة شوية علشان في أمريكا دلوقتي ما عادش فيه مدارس ولاد بس حسيت إنه هو بيقدم تحية أو رسالة حب الأفلام السبعينات من أول ثانية في الفيلم. يعني تتر البداية لما بنشوف أسامي شركات الإنتاج هنلاقيها مكتوبة بستايل أفلام السبعينات، والحقيقة الفيلم قدم صورة تشبه أفلام السبعينات من حيث الشكل والستايل. وفي رأيي الشخصيات كمان كانت بتحمل قدر كبير جدا من التأثر بالستايل بتاع كتابة الشخصيات في أفلام السبعينات، اللي لما فكرت لقيت إن أكتر حاجة كانت بتميز أفلام الحقبة دي كانت الشخصيات والبروفايلات بتاعتها. وكالعادة الفيلم ده بيحمل طابع معظم أفلام ألكسندر بين، اللي في رأيي ليها خصوصية شوية. يعني بنلاقي المكان اللي بتدور فيه الأحداث ليه خصوصية أو طابع بيكون مؤثر في حياة الشخصيات وسير الأحداث. والشخصيات في الغالب بتكون شخصيات محطوطة في مأزق بنقدر نتعرف عليها من خلاله، وغالبا المأزق ده بيخليهم يشوفوا جانب آخر من العالم، وكأنه رحلة تحول أو تعلم. والحقيقة ده بيحصل في سياق بيحمل قدر من الدراما والعمق وبعض اللحظات الكوميدية. وفي الفيلم ده بنشوف التركيز على 3 شخصيات فقط. الغريب فيهم والحلو في نفس الوقت إن اللي بيجمعهم أكتر من اللي بيفرقهم، بس في نفس الوقت ده ما اتعملش بشكل فقير أو ممل. يعني لك أن تتخيل إن 3 شخصيات نقدر نقول مش محبوبين قوي، لدرجة في بعض الأحيان ممكن نحسهم منبوذين ولأسباب مختلفة بيعانوا من الوحدة. التلاتة في خلال رحلة الفيلم دي بنقدر نقرب منهم ونشوف الجمال اللي في شخصياتهم اللي مستخبية ورا انطباع سيء مأخوذ عنهم. بس ده كله حصل بمنتهى السلاسة والجمال، وبدون بكائيات أو خلق لدراما الموضوع مش محتاجها. وفي رأيي سهولة وسلاسة عرض البروفايلات دي
وبالشكل ده حاجة في قمة الصعوبة. وخلونا نبدأ كده بشخصية بول. يعني شخصية بول اتقدمت في البداية إنه المدرس الرخم اللي الكل مش بيحبه ومنعزل وملوش حياة اجتماعية ولا حتى عاطفية، وعنده مشكلة بتخلي ريحته مش حلوة على طول. بس مع الوقت بنشوف قد ايه هو حريص على طلابه، ولما فضل مع أنجس حسيت ان هو بشكل او بآخر قدر يقدم له احساس العيلة اللي ناقصه. والشخصية وقفت في حتة كده بين الأب والصديق، يعني ما كانش قاعد يدي في مواعظ طول الوقت على الفاضي. بس بنلاقي ان الشخص ده عنده تاريخ برضه، وتاريخ مش سهل. يعني اترفد من واحدة من أعرق الجامعات علشان واحد غش منه وقال إن هو اللي غاشش، فقام بول خبطه بعربية. عجبتني جدا حكاية إنه مظلوم بس مش منكسر، وده يمكن خلى شغله في المدرسة دي بدون شهادة جامعية ملاذ آمن ليه، ويمكن الوظيفة دي هي كل وأهم ما يملك. بس بنشوف إزاي في الآخر بيضحي بالوظيفة دي علشان ينقذ مستقبل أنجس ويترفد هو من المدرسة. والحقيقة كان مشهد وداعهم مؤثر جدا. وبصراحة أداء بول جياماتي مش مبالغة، ممتاز جدا. وفي رأيي جياماتي يستحق تقدير أكتر من كده بكتير، وبطولة أعمال سينمائية أكبر وأشهر. لأن بعيدا عن الفيلم ده بحس معظم الحاجات اللي بيقوم ببطولتها بتكون مش مشهورة أو مش بيحصل لها دعاية كافية، ويمكن نقدر نقول إن هو محقق نجاحات كويسة في التلفزيون أكتر. ورغم إن هو ممثل جامد وبيشتغل نقدر نقول مش قليل، بس محدش بيراهن عليه قد بين. وزي ما قلت ده حصل قبل كده في سايد ويز، اللي نقدر نقول إن إحنا ممكن نستنى حلقة عنه قريبا. وننتقل لشخصية أنجس. أنجس هو الشخص اللي نقدر نقول إن هو ضايع بين عيلته. أمه بعد مرض أبوه اللي استدعى إنه يبقى في مصحة انفصلت عنه واتجوزت، وهو بقى عايش وحيد وبيحاول يزور أبوه من ورا أمه، وضايع في وسط المتاهة دي. بس رغم كده مش بنشوفه في الشكل الكليشيه لعرض شخصية مشابهة، لا بنلاقيه إلى حد كبير متماسك، متفوق دراسيا. ما لجأناش بقى للكليشيه بتاع ان هو بيسقط وبيستدعوا اهله، بالعكس هو اشطر واحد، بس عنده طاقة كده من الكبت والغضب. شفت الشكل ده في حاجات قبل كده، بس الاسهل ان هو كان يبقى مش متفوق دراسيا. وانا بصراحة حسيت ان ده كان كليشيه الفيلم عدى بذكاء. وزي ما قلت شكل علاقته مع بول كان مميز، والمميز جدا فيها كمان ازاي العلاقة دي اتطورت. يعني بدأوا اتنين مش طايقين بعض ووصلوا لمرحلة تبادل الأسرار. يعني هنلاقيهم تبادلوا سر وضع أبو أنجس وعدم تخرج بول من الجامعة. وطبعا بنختم بالتضحية الكبيرة بتاعة بول. بس الملفت بالنسبة لي في شخصية أنجس هو إن دومينيك ساسا اللي مثلها أول مرة يمثل في فيلم سينما، وانضمامه للفيلم ده فيه شيء من الصدفة، والحقيقة أداؤه كان كويس وتحس إنه اشتغل قبل كده كذا مرة. وده في رأيي بيرجع لواحدة من أهم مميزات بين، وهي قدرته على اختيار الممثل الصح في معظم الأوقات بغض النظر عن خبرته أو نجوميته. وننتقل للشخصية الثالثة والأخيرة وهي ماري. ماري شخصية تبان رخمة في الأول، بس حسيت بتعاطف معاها لما عرفت قصة موت ابنها في الحرب. وبرضه الحكاية دي اتقدمت بدون أفورة وبشكل مؤثر جدا، ويمكن بأقل قدر من الحوارات. يعني وهي بتبص في الحاجات بتاعت ابنها بالصدفة مثلا بنحس ان الوضع فعلا مؤثر. وعلى قد ما هي طريقتها مش ألطف حاجة، بس بنشوف تعاطفها مع أنجس، اللي الحقيقة أنا مش عارف هل كان من باب انه بيفكرها بابنها ولا من باب الطيبة. والجميل في رأيي ان الفيلم مهتمش يقول السبب. ويمكن دي أول مرة استلطف ديفاين جوي راندولف، لأن شفتها في مسلسل Only Murders in the Building. ما كانتش أظرف حاجة بالنسبة لي، رغم أن الحقيقة بستظرف المسلسل وشفت منه موسمين لحد دلوقتي. بس الملفت كمان في رأيي إنها مش كبيرة في السن لدرجة إنها تبقى أم الشاب زي اللي مات في القصة، بس اختيارها حقيقي كان موفق. وبجانب الشخصيات أقدر أقول إن من نقاط القوة في الفيلم بالنسبة لي هي الحوارات البسيطة واللي فيها معنى. وهنا كان كمان في قدرة على مزج تشبيهات أدبية وتاريخية بمنتهى البساطة مع كلام بسيط جدا علشان نطلع بمعنى عميق وبدون أي فزلكة. وأكتر لقطة حسيت فيها كده هي المشهد اللي جمع بين بول وأنجس بعد زيارته لأبوه، واللي اتكلموا إن هو مش أبوه وإزاي ماضي الإنسان مش لازم يحكمه. وهنا انتقد بول تشبيه أو مقولة من الأدب اليوناني بتقول إن الخطوات اللي بتحاول تبعد فيها عن مصيرك هي الخطوات اللي بتقربك ليه.
كل الحوار والفلسفة كانت في جمل شديدة البساطة وبأداء شديد السلاسة من الاتنين ممثلين. وحلاوة السيكونس بالنسبة لي إنه اتختم بمشهد كوميدي لطيف جدا بعد انضمام ماري ليهم. وبصراحة عجبتني النهاية جدا، لأن كون إن احنا مش عارفين بول هيعمل ايه ولا هيتصرف ازاي زودت من تأثير الموقف وعظمة التضحية. وبعيدا عن الشخصيات أو الحوارات، حابب أقول إن التصوير والموسيقى التصويرية ساهموا في صنع الأجواء بتاعة الفيلم، اللي أعتقد إن هو مع مرور الزمن هيبقى واحد من أهم أفلام الكريسماس. ولحد هنا خلص كلامي عن الفيلم. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار. ونتقابل الحلقة الجاية، مع السلامة.